السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض طاجن بسلة باللحمة في الفرن. ايوه، طاجن بسلة مع اللحمة في الفرن، ما تستغربوش. اي خضار في الدنيا انا بقيت احطه مع اللحمة واحطه في الطاجن. طعمه مختلف خالص عن الخضار اللي بيتطبخ بالطريقة العادية. اللحمة طعمها مختلف خالص عن اللحمة المسلوقة. بجد الولاد بقوا بيحبوا الخضار وبقوا بيطلبوه بالطريقة دي. انت كمان لو ولادك ما بيحبوش الخضار جربيه في الطاجن وهيحبوه وهيطلبوه منك كمان. لو عندك كمان عزومه تقدري تعمليه بقلب جامد حلو جدا. اللحمه زي ما انتم شايفين لونها وطعمها حكايه. الخضار واخد من طعم اللحمه وطعمه حلو جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. لايك وشير واشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين، ويلا نسمي الله ونبدا. اول حاجه هعمل اللحمه اللي هحطها مع الخضار في الطاجن. تقدري تعملي بقى اللحمه دي جاموسي ضاني كندوز، اي نوع لحمه هيمشي معاكي وهيبقى حلو جدا وهيبقى نفس الطعم ونفس النتيجه. جبت بقى صينيه، حطيت فيها معلقتين كبار من السمنه ومعلقتين كبار من الزيت وسبتها تسخن كويس جدا، عشان اول ما احط اللحمه تاخد صدمه والمسام بتاعتها تتقفل وما تنزلش ميه وتستوي معايا اسرع. بعد كده هنزل بقى اللحمه بتاعتي وهسيبها بس ثواني كده على الناحيه اللي انا نزلتها، وبعدين اقلبها على الناحيه التانية، يعني تاخد لون كده من الناحيتين. وهسيبها بقى خالص لحد ما تتحمر، يعني يعني افضل اقلب فيها كده كل دقيقتين مثلا. اقلبها على الناحيه التانية لحد ما تبقى لحمه محمره معايا تديني لون اللي هو اللي انتوا شفتوه في اخر الفيديو ده. هناخده من دلوقتي، يعني هناخده في اول الطبخه. طبعا مش هحط عليها ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، عشان الملح والفلفل بيأخر السوا بتاع اللحمه. هسيبها بعد ما تستوي هنتبلها. ويا سلام بقى لو عندك كمان حتة ليا زي اللي عندي دي تحطيها مع اللحمة، هتاخدي طعم وريحة الشوي بتاعة اللحمة والطعم هيبقى تحفة معاكي. لو ما عندكيش خلاص مش أساسي معانا خالص الليا، بس أنا متوفرة عندي فهحط حتة كده تديني ريحة وطعم الشوي للحمة. فضلت بقى اقلب في اللحمه بتاعتي لحد ما خدت لون من الناحيتين زي ما انتم شايفين. انا سبت لكم الصوت بتاع المقطع ده كده عشان تعيشوا معايا وتتخيلوا ريحه اللحمه عامله ازاي. ريحتها قويه جدا. اللحمه مع الليه مدياني ريحه جميله من غير ما احط توابل، من غير ما احط فلفل اسود، من غير ما احط اي اضافات. ريحتها حلوه جدا ولونها زي ما انتم شايفين تحفه وابتدت تدخل في السوا. هبتدي بقى افضي مكان كده في نص الصينيه عشان ابتدي انزل ببقيه المكونات بتاعتي وبقيه الطبخه. لو وصلتوا معايا لحد هنا لسه ما حطيتوش اللايك، حطوا لي لايك واعملوا شير للفيديو لو عجبكم. ولو لسه مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في القناه باذن الله. وقولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعتي النهارده. في نص الصينية بقى كده هنزل بمكعب من البصل اللي احنا مفرزينه مع بعض. بصوا بقى بيوفر عليا وقت ومجهود كبير جدا ان انا اقعد اقشر بصل واخرطه في كل طبخة. بجيبه من الفريزر كده مكعب زي ما انتم شايفين، احطه في نص الصينية واستنى عليه لما يفك، وبيديني ريحة زي الطازة بالظبط. كمان احط فصين توم مفرومين، هستنوا بقى لما يفكوا خالص عشان ننزل ببقية المكونات ونشوف هنعمل ايه فيهم. هفضل اقلبهم بقى كده لحد ما يفكوا خالص من التجميد، ونبتدي نشوف هنكمل الوصفة بتاعتنا ازاي. بعد ما البصل والثوم كده فكوا، هقلب بقى البصل والثوم مع اللحمة كويس جدا، وهسيبهم بقى ياخدوا تشويحة كده، وبرضو البصل والثوم يعملوا كده يطلعوا ريحتهم في اللحمة وتتشوح كلها كده مع بعضها. برضو انا لحد دلوقتي ما ضفتش اي توابل. بعد ما اديت البصل والثوم مع اللحمه تشويحه كده والبصل ابتدى يصفر واللحمه كمان زي ما انتم شايفين برضو لونها عمال يتغير معايا. انا عايزه البصل يتكرمل كده عشان يديني طعم حلو للحمه وكمان للطبخه بتاعتي. هقلبهم شويه كده وبعدين هضيف بقى كام ورقه لورا وكام فص حبهان فتحاهم. لو عندك طبعا حبهان ولورا مطحونين هيبقى احلى يديكي طعم اقوى. انا ما عنديش فحطيت صحيح. وهبتدي برضو اقلب تاني واسيبهم بقى لحد ما البصل يتكرمل كده واللحمه تاخد لون احلى من ده، وبعدين اضيف بقيه المكونات. انا لحد دلوقتي ما ضفتش لسه ولا ملح ولا فلفل. بعد بقى ما وصلت اللون البصل اللي انتوا شايفينه ده، ما تخافوش هو كده مش محروق، هو كده بس اتكرمل عشان يديني طعم حلو للوصفه بتاعتي. وهتشوفوا دلوقتي اول ما انزل بالميه المغليه البصل هيرجع تاني لونه فاتح وهيبقى طعمه حلو جدا. بعد ما وصلنا للمرحله دي واللون ده، هننزل بقى بثلاث كوبايات من الميه المغليه. لازم ميه مغليه، ما ينفعش خالص ميه من الحنفيه عشان هتاخر معاكي سوى اللحمه. وهغطي الصينيه وهسيبها حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. اللحمه هتستوي وهتبقى تحفه، وهيبقى كل حاجه جاهزه كده ان احنا نحط الخضار.
ربع ساعة بالظبط وهتلاقي اللحمة بقت طعمها تحفة، ريحتها قوية جدا، استوت سوا كامل. اللحمة بجد خطيرة يا جماعة. عايزين بقى تكملوا الوصفة وتحطوا خضار وتكملوا كملوا، عايزين توقفوا على كده وتاكلوا بقى اللحمة دي مع رز أبيض أو مع مكرونة أو جنب أي حاجة تانية، طعمها تحفة جدا. هنبتدي بقى نتبل اللحمة بملح مبهر وفلفل أسود وبس. ما تكتريش توابل ولا بهارات عشان ما تضيعيش طعم اللحمة اللي انت عملتيه. انت المفروض عاملة لحمة طعمها قوي جدا، ما تزوديش بقى بهارات لحمه وحاجات كتير تضيع لك الطعم. هنحط بس ملح مبهر وفلفل اسود ومكعب مرقه دجاج، وهتاكلي احلى لحمه ممكن تاكليها في حياتك. هنقلب كويس جدا ونضيف بقيه المكونات. بعد ما قلبت بقى الملح مع الفلفل واللحمه ومرقه الدجاج كده كويس جدا، ويعني اللحمه كده اتبلت كويس، هبتدي بقى انزل بالخضار بتاعي. انا هنا هستعمل بسله وجزر، انتي تقدري تحطي اي خضار بتحبيه، فاصوليا، خضار مشكل، بطاطس، اي خضار في الدنيا مع الوصفه دي هيبقى طعمه حلو جدا. هنزل بقى بالبسله والجزر او اي خضار وهديهم برضو تشويحه كده مع اللحمه، عشان يبقى الخضار نفسه طعمه كده طعم اللحمه وطعمه حلو. بعد ما شوحت بقى الخضار كده مع اللحمه كويس جدا وسبته كده، ما استعجلتش عليه عشان الخضار ياخد كده من الصوص بتاع اللحمه وياخد من طعم اللحمه نفسها. جبت بقى عصير الطماطم اللي انا ضرباه في الخلاط، تقدري تستخدمي الصلصه الجاهزه لو تحبي، يعني بديل عصير الطماطم الصلصه الجاهزه. هتجيبي 3 او 4 معالق كده من الصلصه وبيهم في كوبايتين شوربه او كوبايتين ميه مغليه، وتنزلي بيهم على الخضار. بس انا هنا استخدمت عصير طماطم، وهحط له بس شويه بابريكا عشان يديني لون حلو. ما تتبليش تاني، احنا متبلين اللحمه طبعا ملح وفلفل ومرقه دجاج، فمش هنحط اي توابل تانية. وهنقلب كويس ونغطي بقى الصينيه بتاعتنا ونسيبها تتسبك على نار هاديه كده، تتسبك براحتها خالص، بعدين نرجع نحطها في الطاجن مع بعض. بعد ما الخضار بقى اتسبك كده، الصلصه اتسبكت قصدي، زي ما انتوا شايفين وخدت لون اغمق شويه، جبت بقى الطاجن بتاعي. على فكره مش يعني خلاص، خطوه الطاجن دي اختياريه، تقدري بقى تاكلي الخضار وهو كده، بس طبعا في الطاجن وفي الفرن بيديكي طعم اقوى وتشميع حلوه كده للخضار واللحمه، وياخدوا لون احلى كمان من ده. حطيت بقى كده الخضار بتاعي في الطاجن وهدخلهم فرن. مش هغطيه ولا اي حاجه، لان انا عندي اللحمه مستويه والخضار مستوي كله مستوي. هدخلهم بس يتشمعوا كده وياخدوا لون حلو، ونطلعهم ونشوفهم مع بعض. 4 دقايق بالظبط في فرن سخن على درجة حرارة عالية، وهتخرجي أحلى طاجن خضار باللحمة في الدنيا. وهتشوفي بنفسك الفرق بينه وبين الخضار اللي مطبوخ بالطريقة العادية، وبين اللحمة وبين اللحمة المسلوقة بالطريقة العادية. جربوه إن شاء الله هيعجبكم. بصوا لون اللحمة خطير، طعمها حلو جدا، الخضار واخد برضو لون حلو جدا مستوي كده بطعم اللحمة. اللون حلو والطعم حلو، إن شاء الله هيعجبكم. لو جربتوه بأي نوع خضار تاني برضو هيعجبكم. أسيبكم بقى دلوقتي في حفظ الله، لأني خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. ما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم.